في الفيديو ده انا هتكلم معاك ان ازاي تظبط البروفايل بتاعك بحيث ان هو يبقى من اعلى 10% في المجال على الموقع. مش بس كده، هتكلم معاك على انه اساسي انت بتحط السعر بتاعك وتحط سعر الساعه بتاعك، وايه هي الطرق المختلفه اللي انت تسعر بيها الساعه كمان بتاعك. كلنا عارفين ان البروفايل بتاعك هو اول حاجه بتعبر عنك، فبالتالي هو بيخش عندك ويخش يشوف هل الشخص دوت عنده الخبرات الكافيه، عنده السكيلز الكافيه اللي هو يشتغل معايا ولا لا. فبالتالي لازم تهتم جدا بيه. وفي الفيديو ده انا هقول لك ازاي تعمل دوت خطوه بخطوه، ويلا بينا عشان ما اضيعش وقتك اكتر من كده. وافتكر طالما انا اقدر اعملها يبقى انت تقدر تعملها. يلا بينا. في الفيديو اللي فات احنا وقفنا لحد هنا، وبالتالي هنبدا نكمل من اول حاجه انت محتاج تعملها ان انت تلينك الاكونت بتاعتك. يعني ايه؟ لان هو دلوقتي بيقول لك ان انت الاكونت بتاعك كامل بنسبه 70%. هو ده مش بيبان للعميل بس، ده بيبان لابورك، ولازم تكمله عشان يبدا ابورك يرشحك للناس اكتر لما يلاقي ان الاكونت بتاعك مظبوط 100% يعني على اخره. اول حاجه تعملها لينك اكونتس. هنا بقى هيبدا يقول لك اللي هو ايه، دخل تو ستيب فيريفيكيشن، اللي هو دخل يعني هيسالك اسال حط نفسك سؤال للسكيورتي بتاعك، بحيث ان لما تيجي تعمل لوج ان او تيجي تخش من اي موبايل او اي جهاز تاني هيسالك السؤال ده، والسؤال دوت ما ينفعش حد تاني يبقى عارفه، لان هو دوت يعتبر بياكد ان الشخص دوت انت. فاسال اي حاجه وات واز يور فيرست بيت نيم، ماشي، هسميه مثلا ايا كان، مش هيبان قدامك، ماشي. I understand my account will be locked if I am unable to. بيقول لك خلي بالك ان لو انت جاوبت السؤال ده غلط الاكونت بتاعك هيقفله لك ومش عارف يخليك تفتحه، لان هو دلوقتي المفترض ان انت الشخص الوحيد اللي عارفه، فانت ليه مش عارفه؟ ماشي. وبيقول لك هنا تاني واحده هي keep me logged in او on this device، يعني بيقول لك سيبني فاتح على الاكونت ده. لا مش فارق معايا بصراحه. اعمل سيف. يلا بدخل الباسورد عشان اتاكد برضو ان هو انت. تمام، انا كده عملتها. يلا بقى هيبدا بقى دلوقتي يسالك بقى حاجات زي انت ايه. اول حاجه انت البروجكت بريفرنسز بتاعتك، يعني المفضلات بتاعتك. هل انت بتحب العقود اللي هي الطويله؟ هل انت بتحب العقود الطويله ولا القصيره، بحيث انت تشتغل مع عميل مده طويله، ولا تحب تشتغل مع عميل مده قصيره؟ وعلى اساس دوت على فكره هو بيبدا يطلع لك الشغل والحاجات قدامك. تمام. ولا انت تحب تشتغل الحاجات اللي هي المدد القصيره بس؟ فانا عامل الاثنين عادي، اشتغل حاجات ممكن بسرعه وممكن حاجات تطول معايا عميل فيها عادي. طيب تمام. هل انت دلوقتي انتري ليفل ولا انترميديت ولا اكسبرت؟ بص، يفضل ان انت تقول على حسب اللي انت فعلا فيه. ليه؟ لان لما تيجي تقدم، هو لو انت عامل ان انت اكسبرت هيبقى مستني منك ان انت تقدم شغل كواحد اكسبرت، اللي واحد خبره في المجال. انما لو انت انترميديت هيبقى مستني منك ان انت تكون انترميديت. لو انت انتري نفس الكلام. الفكره بقى في ايه؟ ان هو في شغل، وانت الناس لو تقدم نزل الشغل بيبقى كاتب هل هو عايز شخص جونيور ولا انترميديت ولا عايز واحد اكسبرت، فبالتالي انت ما تقدرش تقدم على واحد اعلى، لان هو هيبقى غالبا مش هيبقى احسن حاجه، لان هو هيبقى مستني مستوى معين. فانت الاكسبرت اعمل انت اكسبرت. وعلى فكره انت ممكن تغيره في اي وقت. الكاتيجوريز بتاعتك احنا كنا اوريدي حاطينها قبل كده. اد سبيسيفايد بروفايل ديت هبقى اوريها لك بعدين. طبعا لو انت عايز تعمل لينك بقى للتويتر بتاعك، جيت هاب، دريبل، ستاك فلو، ستاك اوفر فلو، الكلام ده كله ماشي. المهم هو ده اللي احنا خلاص عايزين نعمله. يلا بينا نرجع للبروفايل بتاعنا. طبعا لسه في حاجات تانية انت محتاج تكملها شبه البورتفوليو والحاجات دي كلها عشان يوصل 100%، بس زي ما قلت انا معاك اهو. اول حاجه نبدا نركز فيها هي التايتل بتاعك. ليه؟ لان هو دوت الحاجه اللي العميل بتاعك بيبص عليها اول حاجه حرفيا. ليه؟ لان هي دي لازم تكون بتعبر عن انت بتعمل ايه. يعني انت لو لوجو ديزاينر فانت هتكتب جرافيك ديزاين، لوجو ميكر مثلا. لو انت شغال في الفيديو اديتنج مش هتكتب فيديو اديتور بس. طب انت شغال في ايه في الفيديو اديتنج؟ هل انت تبع السينما؟ هل انت تبع اليوتيوب؟ هل انت تبع ايه بالظبط عشان العميل بتاعك يسهل عليه الشغل معاك. وافتكر دايما ان انت تخلي التايتل بتاعك واحده من الكي ووردز اللي العميل بيدور بيها. يعني ايه؟ لو عميل عايز مثلا يبقى يدور على حد يعمل له لوجو، فيكتب ايه؟ هيكتب لوجو ديزاين، فبالتالي لازم تكون كلمه لوجو ديزاين من التايتل بتاعك. لو انا دلوقتي مثلا قدامك انا دلوقتي فيديو اديتور للسوشيال ميديا، تمام، فبالتالي لازم اكتب في التايتل بتاعي ان انا فيديو اديتور للسوشيال ميديا، بحيث لو لما يدور عليه ابورك يشوف ان الشخص دوت عنده نفس الكلمات او الكي ووردز اللي بيستخدمها عنده هي دي مطابقه للي العميل بيدور عليها، فيبدا يرشحني ليه وهكذا. طب تمام، انا دلوقتي اهو زي ما انت شايف غيرتها، عملتها اكسبرت سوشيال ميديا فيديو اديتور لليوتيوب، ريلز، تيك توك، وبعمل الثامبنيلز بتاعتهم. فبالتالي اي حد هيبدا بقى يدور على سوشيال ميديا فيديو اديتور هيطلع له انا واحد منهم، سواء هو بيدور هنا على السوشيال ميديا او بيدور على الفيديو اديتور. ابورك هيبدا يرشحني ليه، لان الاثنين موجودين عندي في البروفايل. الا برضو بقى لو هو اختار حاجه ثانيه، يعني لو اختار مثلا سوشيال ميديا جرافيك ديزاين، فبالتالي طبيعي مش انا اللي هطلع له. دلوقتي بقى نبدا نتكلم على سعر الساعه بتاعتك. سعر الساعه بتاعتك بيتحدد باكتر من طريقه. في ناس بتمشي بمبدا اللي هو انا هرخص السعر، في ناس بتمشي بمبدا اللي هو انا هرخص سعر الساعه بتاعتي جدا بحيث ان العميل يقتنع بيا. دي برضه طريقه، بس دي انا مش بحبذها بصراحه. ليه؟ لان العميل برضه مش هبل، خد بالك من ديت. انت لما يجي لك واحد مثلا يقول لك الكرسي دوت ثمنه 1000 جنيه، ويجي واحد تاني يقول لك انا هعمل لك نفس الكرسي دوت ب 20 جنيه، انت طبيعي جدا تبقى عارف ان اللي هيعمله ب 20 جنيه دوت
اي كلام، حتى لو هو شغله كويس جدا، بس انت طبيعي جدا طالما قلل عن السعر ده قوي فليه هيطلب سعر قليل طالما هو بيعرف يعمل الشغل. فانت ما تقللش السعر بتاعك، لان ده برده ليه اضرار تانية. ايه؟ زي انت هتضرب الصناعه بتاعتك كلها، هتبقى بعد كده ده رينج الساعه بتاعت الناس كلها بسبب اللي انت فرضته عليهم. فانا من المدرسه بصراحه ان انت تخلي السعر بتاعك زي ما انت عايز، يمكن تعليه كمان، لان في الاول وفي الاخر البروفايل بتاعك والشغل بتاعك هم اللي بيتكلموا عنك مش سعر الساعه. تاني حاجه برده دي التبس انا هقولها لك، عايز اقول لك ان انا من بعد ما بدات اعلي السعر الساعه بتاعتي بدا الناس اللي هي تدور على الكواليتي بتاع الشغل بتاعك اكتر هي اللي تبدا تجي لك. في الاول كان الناس اللي هي مسترخصه، انما دلوقتي واحد بيدور اللي هو انا هديلك اللي انت عايزه بس اديني الشغل اللي انا طالبه بالظبط ومن غير اي اخطاء. فبالتالي انت تعتبر بتصفي او بتفلتر كده العملاء اللي بيجوا لك. هي نعم هيبقى صعب شويه في الاول، بس انت في الاول وفي الاخر انت بتتكلم عن عمليه طويله، حاجه انت ناوي تكمل بيها، مش حاجه اللي هو اخطف واجري. الطريقه اللي انا بقول لك بقى تمشي بيها ازاي دلوقتي، انت مثلا كفيديو اديتور، فانت دلوقتي اول حاجه تعملها عشان تعرف سعر الساعه بتاعتك، هل سعر الساعه 20 دولار اللي انا كاتبه ده كويس ولا عالي ولا قليل ولا ايه بالظبط. اعمل حاجه بسيطه جدا، اعمل سيرش، اعمل سوشيال ميديا فيديو اديتور. تمام؟ الفكره بقى في ايه؟ اعملها على التالنت، دور على الناس التانيه اللي شغاله في نفس المجال بتاعك وشوف هل الناس ديت بتاخد رينج المرتبات بتاعتها كام وعلى انهي سكيلز هي عندهم. لان ممكن واحد يقول لك انا هاخد مثلا 100 دولار وتقول انا هاخد شبه كده، بص ليه عنده يعني تحس ان هو هتلاقيه تنين في المهارات بتاعته. فانت شوف واحد مهاراته مناسبه معاك وفي نفس برضه انت تعرف تعمل اللي هو بيعمله، وبعدها تبدا تشوف سعر الساعه بتاعته كام وتعمل زيه. يعني مثلا اهو دلوقتي يبدا يبان لك الناس كلها اللي شغاله في نفس المجال بتاعك، طبيعي جدا هيبقى في حاجات مختلفه. ليه؟ لان كل واحد فيهم شغال في حاجه معينه. يعني انت عندك اول واحد هنا هو شغال فيديو اديتور لليوتيوب بس، في واحد تاني هتلاقيه شغال فيديو اديتور للسوشيال ميديا الحاجات التانيه بس، في واحد تاني شغال كوميرشال بس اللي هو بيبدا يعمل اعلانات. فانت شوف برضو المجال بتاعك ايه. طيب تمام، انت هتخش على تشوف على البروفايل كل واحد وتبدا تبص هل السكيلز بتاعته والبروفايل بتاعه والحاجات اللي هو بيعرف يعملها هي دي اللي انا بعرف اعملها، واقرب واحد ليك تبدا تاخد الساعه بتاعته او حوالي شبهها كده قريب منها. في حاجه برضو عايزك تاخد بالك منها، تاخد بالك ان عندك اول سطرين او اول سطرين هنا اهوت من البروفايل بتاعك هم دول اللي بيبقوا باينين لاي عميل، لان خد بالك هو دول اللي بيبقى باين للعميل. فبالتالي اول سطرين دول عايزك تركز فيهم لان دول هقول لك عليهم بعدين. يعني مثلا تعال نبص هنا على العميل دوت اسمه اليزاندرو. طيب تمام، لما تيجي تبص على البروفايل بتاعه تاخد بالك اللي هو بيشتغل في ايه. بيشتغل في ريل استيت فيديوز، ويدنج فيديوز، ريل انستجرام، انترو اوتروز، الكلام ده كله. فانت شوف هل انت تعرف تعمل الحاجات ديت ولا لا. في نفس برضه تبص على السوفت ويرز اللي شغال بيها، شغال ببريمير برو، اديشن، افتر افكتس، فوتوشوب، لايت روم، الكلام ده كله. فهل انت تعرف تعمل الشغل دوت ولا لا، لان هو سعر الساعه بتاعته $30. طيب لو انت تعرف تعمل كده فانت بالتالي حط 30 او حط 25 مثلا، لان انت برضه لسه ما وصلتش الليفل بتاعه، لان هو برضه قديم، فهو ممكن يكون ما بداش ب 30 حتى لو هو كان بيعرف يعمل الكلام دوت. ممكن تخليه مثلا 25 او 20. لو انت بعيد خالص عنه انت ممكن تقلل اكتر من كده. طب انا كده تمام، انا لقيت ان انا مثلا رينج البروفايلز مثلا الحاجات اللي انا لقيت ان انا قريب منها في رينج بتلعب في 25 30 20 وهكذا. فانا قلت لا خلاص تمام انا هخليه 20 زي ما انا، هي جت صدفه سبحان الله بس ماشي. فانا سبته زي ما هو زي ما انت شايف $20. تاني حاجه بقى نبدا نركز فيها هي البايو بتاعتك، ودي تعتبر اهم حاجه في البروفايل بتاعك، لان هي دي اللي بتتكلم عنك بنسبه 90% في البروفايل كله. بس قبل ما تبدا تجاوب فيها ابدا بص على البروفايلز الثانيه وخد فكره عنهم. تمام؟ زي ما بالظبط عملنا في الساعه، ابدا خش واقرا كل واحد كده بيكتب ايه ما بيكتبش ايه احسن حاجه يبينها، ايه اكتر الحاجات اللي ما يبينهاش، لو انت عندك سكيلز معينه ازاي تظهرها، الكلام ده كله. بس في اسئله معينه كده لازم تجاوب عنها في البروفايل بتاعك، وفي حاجات تانية لو زودتها هتبقى برضه هتفرق مع اي حد يشوف البروفايل بتاعك. يلا بينا نبدا. طبعا الكلام دوت احنا كنا كاتبينه قبل كده وقلنا هنغيره. يلا بينا نشيله. هو حتى ابورك بيقول لك ايه، ديسكرايب يور سترينث اند سكيلز، اوصف فيها قدرتك والمهارات بتاعتك. هايلايت البروجكتس والاكومبلشمنتس والاند اديوكيشن، باين الحاجات اللي انت عملتها قبل كده والشغل اللي انت عملته قبل كده. طبعا سيبه وخليه قصير وما تخلوه طبعا اهم حاجه ان انت ما تخلوش فيه اي اخطاء املائيه، وده يفضل ان انت تكون عامل جرامرلي، ان انت تكون عامل الاكستنشن بتاع جرامرلي. اكتب على جوجل جرامرلي اكستنشن بحيث انت تسطبه ويبقى عندك على جوجل، بحيث انت لما تيجي تكتب في اي حته يصلحها لك على طول. فاكر لما قلت لك ان اول سطرين دول هم اهم سطرين؟ ليه؟ لان دولت العميل اول سطرين بالظبط دولت هم اللي بيشوفهم لما هو يكون. فاكر لما قلت لك ان اول سطرين هم اهم سطرين في البروفايل بتاعك؟ ليه بقى؟ لان العميل دلوقتي لما بيجي يدور في الفريلانسرز بيبانوا اول سطرين بس قبل ما يفتح اي حاجه وقبل ما يشوف اي حاجه، فلازم اول سطرين دول او اول سطر دوت يشده يخليه عنده فضول اللي هو يبدا يعرف عنك اكتر. فمثلا لو كتبت كده I know how the algorithm works، طبعا انا بتكلم عن حد في السوشيال ميديا، فانا بقول له دلوقتي انا عارف البلاتفورمز شبه فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، انا عارف هم بيشتغلوا ازاي وعارف انا ايه اللي محتاج اعمله عشان اخلي الفيديوهات بتاعتك تجو فايرال. طيب تمام، I'm taking your videos to the next level، انا هاخد الفيديو بتاعتك للليفل اللي بعديه. طبعا ايا كان الليفل اللي هو فيه، انا بتكلم يعني ان انا
هوديه لمستوى تاني. فخدت بالك هو دلوقتي اول ما يبدا يبص اول حاجه كلمه او اول سطر هيشوفه هو دوت، فبالتالي هيبقى عنده فضول اكتر اللي هو يعرف هو مين فاضل دوت. طب هو وريني كده بيعرف يعمل ايه، ايه هي السكيلز اللي عنده، ايه هي السوفت ويرز اللي هو بيشتغلها. طب ولو شوف هل احنا فعلا نقدر نشتغل مع بعض ولا لا. تاني حاجه بقى تبدا تعملها انت تديله ثقه فيك. يعني ايه دي بقى؟ ممكن باي طريقه. لو انت مثلا اشتغلت مع حد قبل كده اديله مثلا مثال للشركات ديت، نزل له مثلا اسامي لو هي اسامي معروفه، قول له مثلا اشتغلت مع فلان وفلان وفلان وفلان. لو هو شخص مش معروف، لو انت ما اشتغلتش مع اي حد، ممكن برضه تتكلم ان انت بقالك قد ايه في المجال، وتقول له برضه على المشاريع اللي انت عملتها، حتى لو مش هي لشخص معين، دي حتى لو مشاريع انت عاملها منك لنفسك قول له يبص عليها. فانا مثلا اشتغلت مع اكتر من حد، فبالتالي انا هقول له مثلا زي ما انت شايف قدامك دلوقتي، انا بقول له ان انا اشتغلت مع اشخاص عندها اكتر من مليون متابع، سواء الاشخاص دي كانت سواء كانت على اليوتيوب او على اي سوشيال ميديا تانية. وطبعا بقول له فلان وفلان وفلان وفلان. بس انا عملت كده ليه؟ لان انا عارف ان الناس اللي انا اشتغلت معاهم دولت اوريدي عندهم متابعين كتير، فبالتالي انا عارف ان الشخص دوت ايا كان هو جاي مين، هو اكيد شاف حد فيهم. فبالتالي دي انا شايف ان هي نقطه قوه ليا. انما انت مثلا لو ما اشتغلتش مثلا مع حد معروف، فبالتالي انت ممكن تقول له ان انت بقالك عدد اكس سنين شغال في المجال، بقالي 3 4 سنين شغال في المجال دوت، بعرف اعمل كذا وكذا وكذا، فبالتالي تركز على الحته ديت. طيب تمام، دلوقتي انا بحب احط ايكونز بحيث ان دي بتدي شكل اكتر للبروفايل. تاني حاجه بقى نبدا نركز عليها هي انا اقدر افيدك في ايه. يعني انت دلوقتي تتوقع مني ايه؟ لو انا مثلا زي ما بقول لك انا دلوقتي فيديو اديتور، ايوه انا هعمل ايه بقى في الفيديو بتاعك؟ ايه اللي انا مستعد ان انا اعمله عشان اغير في الفيديو بتاعك؟ اه يا جماعه في حاجه ما كنتش عارفها، حته ان انت تشد ديت عشان تبدا يزود لك مكان. عشان في ناس كتير، انا عايز اقول لك ان انا قعدت فتره طويله جدا كنت بقعد ابص في الشاشه في الحته الصغيره ديت، واقعد اقول هم الناس بيشوفوا ازاي فيها وكده. بعد كده اكتشفت ان انت ممكن تشدها من هنا يعني. المهم يلا بينا. انا بعرف اعمل ايه بقى للفيديو بتاعك. تمام كده، ده تاني سيكشن. طبعا انا كاتبها قبل كده عشان اعرف يعني الخص عليك وقت الفيديو مبقاش طويل. طيب تمام، هو دلوقتي اهو جرامرلي بيقول لك ان انت عندك 6 غلطات. ماشي، هو دلوقتي بيقول لك 6 غلطات بريمير، فبالتالي هم مش مهمين قوي. هو مهمين بس اللي هو يعني مش اللي هي. طيب تمام، دلوقتي انا بقول له ان انا اقدر اعمل لك اتراكتيف اي كاتشنج ثامبنيلز، طبعا للناس اللي هو السوشيال ميديا وديش بيبقوا عارفين الكلام دوت. اللوجو واللور سيرت، الجامب كاست، طبعا الحاجات اللي بتبقى في الفيديو كلها هي دي الحاجات اللي هو بيبقى بيدور عليها في الفيديو بتاعه. اللي هو مثلا ايه، تقول له ستوك فوتج مثلا معلهاش اي كوبي رايت، الكابشنز، الكلام ده كله، دي حاجات انا عارف ان انا اقدر اعملها مثلا في الفيديو اديتنج بتاعي. فبالتالي هو دي الحاجات اللي هو بيدور عليها، وانا بقول لك ان انا اقدر اعملها لك. لو انت بقى حد تاني مثلا شغال في الهندسه مثلا لو ايا كان مثلا في المجال اللي انت شغال فيه، فانت ممكن تكتب له ايه هي الحاجات اللي انت تعرف تعملها بقى، سواء مثلا في الاوتوكاد او ال 3 دي ماكس او ايا كان. انا هعرف اعمل لك 1 و2 و3 و4. وحتى الحاجات البسيطه اكتبها، لان اقول لك حاجه، في ناس بتبقى جايه لك على الحاجه العبيطه جدا ديت. انا في ناس كانت بتجي لي على حته اللي هو يعمل لي كلر جريدنج بس، مش بسيطه، بس هو بيبقى جاي عايز حاجه معينه، هل انت الشخص ده اللي هيعرف يعملها لي ولا لا؟ طيب بعد ما خلصنا اول جزء اللي هو الحته السطر اللي هو يشد العميل، تاني سطر اللي هو يديله الثقه، هل الشخص دوت يعرف يعمل الشغل بتاعي ولا لا؟ لان هو دلوقتي عايز يعرف هل الشخص ده اشتغل قبل كده مع ناس معروفه، هل هو عنده خبره كافيه في عدد السنين. طب لو هو اشتغل قبل كده، طب وري لي الشغل بتاعك. طب ما اشتغلتش قبل كده، طب عندك اي حاجه توريها لي، طب تبين لي ان انت تعرف تعملها ولا لا. تالت حاجه بقى، انت تعرف تعمل ايه زي ما انت شايف قدامك اهوت. رابع سيكشن ده، وده مش مطلوب منك لان انت لسه في الاول، ان انا دلوقتي واحد من الناس قدام شويه بقى عندي ريفيوز وبقى عندي كلاينتس ثانيه اتكلمت عني وادتني فيدباك كويس، فبالتالي قلت ايه، طب ما انا ممكن اعمل هايلايت ليها واوريها لاي عميل لما يجي يخش البروفايل بتاعي، بدل ما هو يضطر ينزل ويدور ويشوف الناس قالت عني ايه. طب ما انا اوريها له في البايو بتاعتي. طبعا رحت جاي واخدهم وعامل له طبعا بالشكل بتاعه. طبعا في ناس كتير جدا تقول لك طب ما انا ممكن اكتب اي حاجه، ويعني مش لازم يكون حد مديها لي. دي حاجه بقى ترجع بينك انت وربنا، يعني عشان يعني تبقى قدام ربنا انت عملت شغلك بضمير. بس طبعا يعني ما بني على باطل فهو باطل، فحاول انت تتقي الله في اي حاجه انت بتعملها. السكشن الخامس بقى هو ايه هي السوفت ويرز اللي انا كنت بشتغل بيها، او ايه هي الحاجات اللي انت بتشتغل بيها. يعني انا دلوقتي مثلا شغال في الفيديو اديتنج، فانا بشتغل بكذا حاجه، افتر افكت، ادوبي بريمير، فوتوشوب طبعا بحتاجه في شغلي، حاجات كذا حاجه. فانت بتشوف ايه هي السوفت ويرز اللي انت بتشتغل بيها، او ايه هي التولز اللي انت بتشتغل بيها. مش لازم يبقى سوفت وير معين، ولو انت ما بتشتغلش في حاجه من دولت ما تعملهاش خلاص، مش لازم هي وكده بقى. عشان برضه عشان الخص معاك بسرعه تاني، اول سطر هو السطر اللي بيبين له او يديله فضول اللي هو يخش يشوف عنك اكتر. تاني حاجه، ايه هي الحاجه اللي تديله الثقه، هل انت اشتغلت شغل قبل كده؟ طب اشتغلت مع مين؟ طب لو ما اشتغلتش طب وريني شغل ليك، اشتغلت عدد سنين قد ايه؟ يبقى كده تاني حاجه هي الثقه. تالت حاجه هي انت تقدر تعمل له ايه، ايا كان مهما كانت حاجه اللي انت بتعملها بسيطه اكتبها. واكتب دايما، حتى اقول لك عايز تعرف تعمل الكلام ده ازاي، اكتب ايه هي السكيلز اللي لازم تكون عند الشخص في الشغلانه بتاعتك، وابدا خدها واحده ورا الثانيه واكتبها. تالت حاجه، لو انت عندك ريفيوز كويسه سواء بقى هنا على فكره او من اي موقع تاني، خدها واكتبها، لان في الاول وفي الاخر هو انت نفس الشخص، فمش هتفرق. رابع حاجه او خامس حاجه بقى هي اللي هي التولز اللي انت بتستخدمها. لو انت عندك تولز بتستخدمها في يعني حاجات كتيره جدا او مجالات كتير جدا ما بيستخدموش تولز معينه، فبالتالي مش شرط، عادي ما تكتبهاش. انما انت مثلا لو بتستخدم تولز حتى لو ايا كانت ايه هي اكتبها.
لان اقول لك حاجه، انا مثلا في الفيديو اديتنج عندي في ناس كتير جدا تقول لك ايه، لا انا عايز اشتغل، مش عايز اشتغل ببريمير برو، انا عايز حد يكون بيشتغل بدافينشي، او يكون حد مثلا بيشتغل ايه بفاينل كات برو. ليه؟ لان مثلا في عملاء عندي كتير جدا تيجي يقول لك ايه، انا مش عايزك تشتغل ببريمير، انا عايزك تشتغل بفاينل كات برو، لان انا هاخد منك الفايل دوت اشتغل عليه عندنا على الماك بتاعي، فبالتالي لازم يكون هو نفس الفايل. انا ما عنديش مثلا بريمير برو، فدي برده لازم تبقى موضحه له من الاول. ولو هو مش عايز توضحها له برده على فكره عادي والله، مش بتفرق قوي معاهم، لان هو في الاول وفي الاخر مديلك الشغل بحيث ان انت تخلصه كله. بس في عملاء يقول لك زي ما قلت لك كده، هات لي عشان عايز اعدل فيه، رايح كله يعني. اخر حاجه بقى انت تتكلم عنها هي انت مين بقى، يعني انت كشخص اللي بيبدا بيعمل البروفايل ده عرفه عنك، لان في الاول وفي الاخر هو مش بيتعامل مع آلة، هو عايز يعرف الشخص دوت انت روح وبني ادم وليك هوايات، الكلام ده كله ابدا عرفه عنك. بس انت برضه يعني ما تستفدش قوي يعني في الشرح، ابدا عرفه عنك بالحاجات اللي انت عارف ان هو هيكون مهتم بيها. زي ايه مثلا؟ بص معايا، انا غيرت الكارير بتاعي للفيديو اديتنج فاست، تقدر تعتمد عليا. تيم بلاير، عشان برضه في اوقات كتير جدا بيقول لك انا عايزك تخش مع التيم بتاعي، فانا حبيت ان انا ابين له ان انا بعرف اشتغل مع التيم، بخلص قبل الديدلاين. ودي احد الحاجات اللي هو يكون مهتم بيها جدا. لان انا اقول لك حاجه، لو حبيت اتكلم عن نفسي ممكن اتكلم في حاجات كتيره جدا مالهاش اي علاقه بالشغل، بس هو مش مهتم بكده. بس انتوا برضه حبيت ان انا ابين له انا مين. فاهم قصدي ايه؟ اخر سيكشن بقى، وده عايز تكتبه ما تكتبوش براحتك، هو انا بعرف دلوقتي اتكلم انجليزي وعربي والماني. اللي عندك اي سؤال؟ طيب تمام. طبعا انت طبيعي يعني، انت لما بتتفرج على فيديو فانت اكيد بتعرف تتكلم عربي، بس انا بقول لك يعني الانجليش بتاعك بغض النظر عن المستوى بتاعك، انت ان شاء الله يعني لما يجي لك شغل انت مش هتبقى مطالب منك لسه تكون الليفل اللي هو الواو يعني، لا انت مطالب منك ان انت تعرف تكون بتفهم بس الشخص دوت عايز ايه، والموضوع ابسط من اللي تتخيله. لان انا اعرف ناس كتير جدا عندها رهبه اللي هي ايه، طب انا هعرف اتكلم معاه ازاي؟ عايز اقول لك الموضوع ابسط من ان انت متخيل. وعايز اقول لك ان هو بيساعدك، هو لما يلاقيك اللي انت لسه بتحاول ان انت واحده واحده تتكلم معاه وتحاول تفهمه ويفهم وتفهم منه، هو هتلاقيه بيساعدك وتلاقيه بيبطئ كلامه، بيستخدم كلمات بسيطه. يعني الموضوع هو مش جاي حرب ضدك، هو عايز يشتغل معاك في الاول وفي الاخر، عشان كده هو كلمك. جاي في الاخر قايل له feel free to contact me via Upwork messages. هنا بقى دي حاجه بيسموها كول تو اكشن. ليه؟ لان انا دلوقتي ممكن هو بعد ما يقرا ده كله ينسى اصلا هو كان بيعمل ايه ويبدا او يسرح في حاجه ثانيه. فانا بحب اقول له افكره اللي هو يلا لو انت محتاج في اي حاجه ابدا كلمني دلوقتي على الرسائل بتاعت ابورك. ودلوقتي نبدا نعمل سيف، وحرفيا بعد كده عملنا البروفايل بتاعنا. وعايز اقول لك انت كده يعني ايا كان المجال اللي انت فيه، عايز اقول لك ان انت هتفرق جدا عن اي شخص في المجال بتاعك. الحاجه بقى اللي بعدها هي الورك هيستوري بتاعك. طبعا انت بقى لو عندك ورك هيستوري في نفس المجال حطه. يعني ايه؟ لو انا قلت مثلا اشتغلت فيديو اديتنج، انا اشتغلت مثلا مع ناس قبل كده، فبالتالي هحطه. ليه؟ لان هو ليه علاقه بالشغل اللي انا بقدمه على ابورك. انما دلوقتي مثلا انا اشتغلت مثلا في الهندسه، فنزلت تدريب ايا كان، هل ده ليه علاقه بالفيديو اديتنج؟ لا، فبالتالي ملوش لازمه انت تكتبه، يعني مش هتفرق قوي. تمام. البورتفوليو بتاعك، بالنسبه بقى للبورتفوليو بتاعك، فانت دلوقتي مطالب منك ان انت تدخل لو انت عندك اي شغل اشتغلته لنفسك، كنت بتتدرب عليه، اشتغلته لحد، حطه هنا بحيث ان دوت يبدا العميل بتاعك يبدا يشوفه. عايز اقول لك طالما ابورك حطه لك تحت قوي كده، فمش هقول لك هو مش مهم، بس دوت يعني مش اللي عليه السبوت لايت، او مش عليه اكتر اهميه في البورتفوليو بتاعك. زي ما هو حاطط لك مثلا فوق، حاطط لك مثلا البايو بتاعتك فوق، او التايتل بتاعك قصدي فوق، والاسم والبايو بتاعتك تحت. فهم دول اكتر حاجات العميل بيركز عليهم. طبعا لو انت عندك فيديو انتروداكشن، فهو اكيد ابورك برضه مش هحطها لك هنا لله والوطن. لو انت عندك فيديو انتروداكشن بحيث انت تتكلم فيه عن نفسك وعن الشغل بتاعك، فيبقى ده احسن واحسن بكتير جدا. طبعا انت بتيجي داخل البورتفوليو بتاعك بتبدا بقى تمشي على الخطوات بتاعته. يعني ايه؟ يعني هيبدا بقى يقول لك ايه التايتل ايه. طبعا بقى لما تيجي تدخل البورتفوليو بتاعك كل واحده منهم بتبدا تدخلها لوحدها، وبعد كده بقى تبدا تدخل واحده ثانيه في البورتفوليو. يعني انا هو ده اول بروجكت ليا، فبالتالي هبدا اقول مثلا ان انا كنت ايه فيديو اديتور. لو انت الشغل اللي انت عملته دوت في البورتفوليو انت اوريدي عملته على ابورك، فهو ابورك بيقول لك ان انت لما مجرد ما تخلصه تمام ممكن تحط له لينك عليه للشغل بتاعك. تمام. طبعا خلصته امتى؟ جو سيلكت تمبلت. ماشي. بالنسبه بقى نيجي نختار التمبلت بتاعتنا، مش عايز اقول لك مش هتبقى فارقه قوي. هو بيقول لك دلوقتي انت ممكن تحطها بالشكل دوت على شكل جاليري، كيس ستادي، او كلاسيك العادي. احطها بشكل جاليري عادي يعني، ما تدققش قوي في الحوارات ديت. زي ما قلت لك هو البورتفوليو مش كل الناس بتوصل للحته ديت، لان هو غالبا لو بص للويب بتاعك واقتنع بيها هو مش هيبقى عنده الوقت اللي هو يخش ينزل يبص تحت قوي. فاهم قصدي؟ بس هي مش هتضر ان انت عملتها، هتبقى بالعكس تبقى بوينت ليك لو انت عملتها، تبقى احسن اكيد. يلا بقى هنا بقى بيبدا يقول لك هات بقى البروجكت بتاعك. لو انت عندك البروجكت بتاعك على الكمبيوتر بتاعك، فطبعا هات دراج اند دروب حطه له هنا، او براوز وافتح طبعا ودور عليه. تمام. وطبعا هنا بقى يقول لك ايه، طبعا سواء بقى هي كانت صوره او فيديو او اوديو او دوكيمنت، طبعا ما بيدي لك كل واحده فيهم ما تكونش تزيدش على قد ايه، لو فيديو ما يزيدش على قد ايه، لو صوره ما تزيدش مساحتها على قد ايه، الكلام ده كله طبعا باين قدامك. السكيلز اللي انت كنت محتاجها عشان تعرف تقدم الشغل دوت هنا اهو. بص، فيديو بوست برودكشن، ادوبي افتر افكت، ادوبي فوتوشوب، فيديو اديتنج، ادوبي بريمير. شكرا، هو اوريدي مسهلها لك يعني وكاتب لك اقتراحات.
تمام. طبعا لو انت عندك يو ار ال، يعني مثلا الناس اللي انا معظم بنشتغل معاهم، فهو بالتالي اوريدي بياخد الفيديوهات بتاعتي يبدا يحطها على الشانل بتاعته على اليوتيوب، او يحطها على الشانل بتاعته على السوشيال ميديا. فانا بروح اخدها منه او اقول له هو حتى بعتها لي، اروح جاي حاططها. طبعا هو اوبشن، عايز تحط حط، مش عايز تحط براحتك. الديسكربشن ده حاجه لازم تحطها، اللي هو انت بقى عملت ايه. فاكر لما قلت لك في البايو بتاعتك انت بتعمل ايه في الفيديو، سواء بقى جامب كاتس كلر جريدنج الكلام ده كله، الحاجات دي بالظبط هي دي تشوف لو انت عملتها في الفيديو دوت ابدا حطها. هنا بيقول لك يعني اتكلم عن الفيديو بتاعك بشكل بسيط، يعني ما تاخدش برده راحتك قوي، اتكلم عنه بحيث ان اي حد يخش يشوف يعرف هو فاضل عمل ايه في الفيديو دوت، بقى يبدا ياخد نظره عن اللي انت ممكن تعمله في الفيديو بتاعه. جو تو بريفيو، خش على اللي بعده اهو، هيبقى باين لك بالشكل اللي هو قدامك دوت. طبعا انت ممكن تغير الشكل زي ما قلت لك، ممكن تغير الترتيب من هنا زي ما انت عايز، فمش مشكله. الحاجه بقى اللي بعدها هي التستيمونيالز، وجيت هنا ابورك بيقول لك ان انت دلوقتي تقدر تطلب تستيمونيال من اي حد. يعني انت لو في عميل اشتغلت معاه قبل كده فتقدر ابورك من ابورك تبعت له ايميل اللي هو يبدا يكتب عندك كلمتين حلوين. طبعا مش انت اللي بتدخلها لان يعني ممكن اي حد يكتب اي حاجه. فهنا اهوت ريكويست تستيمونيال، فهقول لك ايه الاسم الاول، الاسم الثاني، البيزنس ايميل بتاعه عشان يبعت له على الايميل، ولو عنده لينكد ان يا ريت تدخله له، هو طبعا اساسي مش يا ريت. كلاينت تايتل اللي هو مثلا تقول له بقى ايه هيد اوف السوشيال ميديا ايا كان ايه هو التايتل بتاعه، وبروجكت تايب، وطبعا ايه هي الرساله اللي انت حابب تكتبها له، اللي هو بعد اذنك مثلا اكتب عني كلمتين حلوين ايا كان الرساله اللي انت حاببها له. بس كده بعد ما تخلصها تخش على اللي بعدها وتعمل سيف. هيبان لك هنا بمجرد امتى، بمجرد ما هو يعمل تستمونيال ويكتبها، او وقت هيبعت له الفورم يكتب فيها، وايا كان اللي هو هيكتبه هيظهر لك هنا. طبعا تقدر تعمل اكتر من واحد، تدخل الثاني الثالث الرابع الخامس براحتك. بالنسبه بقى للسيرتيفيكيشن، فانت هنا انت تدخل هنا السيرتيفيكيشن لاي كورسات انت واخدها. طبعا انا عارف ان في كورسات او في مجالات انت مش محتاج ان انت تكون عندك فيها شهادات، بس هنا لو انت عندك فيها شهادات هيبقى احسن لك بكتير جدا من اي حد حتى لو بيعمل نفس الحاجه بتاعتك بس ما عندوش فيها شهادات، لان اي حاجه تقدر تميز بيها عن نفسك عن الناس الثانيه بتبقى احسن لك بكتير جدا. في الورك هيستوري بتاعك لو انت اشتغلت مع حد في نفس المجال دوت اكتبها، ما اشتغلتش مع حد في نفس المجال اللي انت شغال بيه على اب وورك ما تكتبهاش. يعني الشخص اللي هو داخل على البروفايل بتاعي هو مش مهتم انا كنت بعمل ايه غير الفيديو ايديتنج، فبالتالي ركز يا جماعه في الحته ديت، مش لازم اي حشو وخلاص. تمام. اذر اكسبيرينس او اب وورك بقى بيقول لك عندك اي خبرات ثانيه، سواء بقى كانت خبرات دي تطوعيه ايا كان ايه هي اكتبها. وبكده يبقى احنا خلاص الحمد لله البروفايل بتاعنا، فبالتالي انت دلوقتي مش مطالب منك غير ان انت تخش تشوف اللي انا عملته بالظبط وتبدا تعمل زيه بالظبط. طبعا في ناس كتير جدا تقول لك طب وانت ايه اللي يمنع ان انت الناس تخش تاخد البروفايل بتاعك وتعمله كوبي بيست؟ فعايز اقول لك ان انا ممكن اسيب لكم الديسكربشن، في الديسكربشن تحت البروفايل بتاعي مش فارق معايا، بس اللي عايز اقوله لك ان انت مجرد ما تاخد اكتر من سطر سطرين من شخص واحد اب وورك بيبقى عارف الكلام دوت، وبالتالي فلما بيجي اي حد يعمل سيرش في اب وورك بيحط تحت خالص، لان اوريدي الشخص اللي انت نايم منه هو اوريدي عنده خبره اكتر منك، عارف اكتر منك، عنده اكسبيرينس اكتر منك، وبالتالي اب وورك هو هيفضله هو عنك بكتير جدا. فاللي هيميزك هو ان انت تكون مختلف. مش بقول ان انت ما تنقلش من حد، عادي خد من ده ومن ده ومن ده، بس خد اللي يناسبك وخد وغير انت بقى بطريقتك وظبط بنفسك بحيث ان انت تفرق عن غيرك، لان انا عامل الفيديو دوت عشان انت تفرق عن غيرك، فمش من المنطقي بصراحه ان انت تخش تنقل من حد تاني يعني. فلو الفيديو دوت عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للشانل دي، ولو الفيديو برده حاسس ان هو هيفيد حد غيرك يا ريت تبعته للناس اللي عندك. انا عارف ان الفيديو دوت ناس كتير جدا انا بعتذر لهم ان انا اتاخرت عليهم فيه، بس هو دلوقتي هو موجود، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.